بما ان كاس العالم شغال دلوقتي، سؤالي ليك او ليكي لو بتتابعي كورة، وهو ليه بنتابع كرة القدم؟ لو ما كانش واضح من اللهجة واللغة، فأنا مصري على فكرة، وتربينا على أساس إن كرة القدم حاجة بنطلع كلنا عارفينها وعارفين قواعدها وبنلعبها وبنهتم بيها وبنهتم بأخبارها وجو. وليه ده مش كريكت مثلا؟ ليه واحنا أطفال في الشارع واحنا صغيرين اللعبة القريبة بالنسبة لنا اللي حافظين كل قواعدها المعقدة بالمناسبة، إذا كان أوفسايد أو فاول أو أوت أو تعادل أو ولكننا مش عارفين أي حاجة عن قواعد لعبة زي الكريكت أو البيسبول. إيه اللي بيخلي إنسان أو طفل صغير يهتم بمجال ما ويتعلمه بكل قواعده المعقدة وكل تفاصيله ويبدع فيه، ومجال آخر لو جيت دلوقتي وبدأت أكلمك عن حاجة زي الكريكت أو البيسبول أو أي لعبة أنت ما عندكش معلومات بقواعدها بالضبط، تحس إنك متضايق زهقان مش engaged. الدراسة نفس الشيء، ناس كتير بتقضي حياتها بتدرس مجالات هي أبعد ما يكون عن اهتماماتها، وتفضل لسنين وسنين بتعاني إما في المدرسة أو الكلية أو حتى بعد الكلية في كورسات علشان مجالات الشغل مثلا، بتحاول تتعلم قواعد لعبة وتفاصيلها، ولكن من جواها عايزة أول فرصة ترجع الشارع وتلعب اللعبة اللي هي بتحبها. فمن الأساس لازم نسأل الحب ده حصل ليه وحصل إزاي؟ هات أفضل عربية ممكن إنك تتخيلها وقدم لها طريق غير ممهد لها وحوادث ومفيش حاجة هتتم، وهتبقى ركوبة صعبة جدا. الطريق بيتبني قبل ما بنجيب العربية. عقل الإنسان في التعليم نفس الشيء، عقلك لازم يكون التربة الخصبة الصالحة إنها تسأل قبل ما نبدأ نقدم له الإجابات في منهج ونمتحنه عليها. فلو احنا بنتكلم على علم زي الرياضيات مثلا، من أمتع العلوم البشرية الممكنة، لو درسته كإجابات فقط فضها وتطبقها في ورقة الامتحان هتكرهه للغاية. لكن لو دخلت له من مدخله الطبيعي، الفلسفة، الأفكار اللي فكر فيها الفلاسفة، أرسطو كان فيلسوف، إقليدس صاحب كتاب العناصر، أو لو ثقافتك إنجليزي فهو يوكليد والكتاب اسمه The Elements. كل ده مبني على أسئلة فلسفية، على بناء فطري طبيعي عقل الإنسان العادي اللي لم يعلم أي شيء إطلاقا يتقبله، اللي هي نفس الطريقة اللي الطفل الصغير بيهتم بلعبة كرة القدم وهو لسه عنده 4 أو 5 سنين ويبدأ يعرف المصطلحات والمسميات واللينجو، لغة الكار، فقط لأنه شاف أبوه وعمه الاتنين بيتخانقوا. الطفل وهو عنده 4 سنين شاف أبوه بيهتف باسم برشلونة لسبب ما، وعمه بيهتف باسم الزمالك لسبب آخر. الطفل ما عرفش ايه هو برشلونة، الطفل ما عرفش ايه هو زمالك، الطفل بكل تأكيد ما عرفش كل ما هو ليه علاقة بعلم كرة القدم المعقد للغاية، لكن الطفل عرف الانفعال وعرف الانفعال، عرف الفرحة وعرف الحزن، عرف الإثارة وعرف اليأس. ففي عقل الطفل اتكونت روابط بين شعور ومصطلح. فبعد فترة لما الطفل بيسأل هو يعني ايه اوفسايد، هو مش بيسأل السؤال ده لأنه شافه في كتاب أو لأنه عايز يكتب إجابة في امتحان ما، ولكن بيسأل السؤال ده لأنه فاكر لما عمه اتخانق مع أبوه أو أبوه اتخانق مع عمه على إن كان في اوفسايد للزمالك في برشلونة فجون اتحسب غلط مثلا. في سبب عاطفي شعوري عند الطفل إنه يسأل، فلما الإجابة بتجيله كي انلوك، ما بتختفيش ما بتتنسيش بعد إجابة امتحان وشكرا طلع وخلاص كده المادة اتنست، بل بتكون زي طريق اللي تم تمهيده لمعلومة، المعلومة دي بتسيب وبعد كده تولد إبداع. فلما بتشوف الطفل ده تاني يوم أو تالت يوم أو رابع يوم في الشارع بيلعب مع أصدقائه ويزعق فجأة أوف سايد، ده بيكون طفل اتعلم ثم استخدم ثم أبدع ثم غطت على أصحابه بعد كده في الشارع. هات أي طفل بقى حطه في بيئة، البيئة دي هو بيشوف فيها الانفعالات بين ماسترز في المجال ده، ناس بيتكلموا بأريحية في مجالاتهم وبيتخانقوا بالمجالات دي. ديسايبل مود في زلفل مبني تماما على كل الساينس والليتريتشر ده. اول ما بتضغط على كارد ديسايبل مود في زلفل بتشوف قدامك 4 كوادرانتس، يعني الشاشة بتتقسم 4 اساسيين: سوشيالز، لينجو بينجو، ساند بوكس، لايبراري. سوشيالز وده المكان اللي انت بتشوف فيه الخناقات، الدراما، بتشوف فيه ليه واحد مثلا زي لاينس ترافلد اخد اشهر الناس في عالم الكمبيوتر ساينس وليه بيتخانق خناقات معينه مع شركات زي انفيديا اخد اشهر الشركات في عالم الكمبيوتر ساينس. انت مش بالضروره بتعرف سبب الخناقه من اللحظه الاولى، ولكنك بتنفعل بالخناقه. يا ترى الراجل اللي النضاره ده هو الصح ولا الراجل اللي لابس جاكيت جلد ده هو الصح؟ وبتلاقي في النص ناس بتحمي وناس بتحوش وناس بتتفاعل بشكل بشري طبيعي عاطفي
زي الطفل بالظبط. لو عشت جوه عالم الدراما والسوشيالز ده فترة، عقلك هيعتاد، مش هيعتاد لغة انت مش فاهمها، ولكن هيعتاد البشر وانفعالاتهم اللي هي طبيعية بالنسبة لك، مألوفة بالنسبة لك كإنسان. فتدريجيا عقلك هيبدأ يبني لستة من المصطلحات، اللينجو، لغة الكار. أول مرة أنت هتسمع كلمة زي كيرنل، لو أنت ثقافتك إنجليزي فأنت عارف إن هي زي نواة الفشار، فلو أنت ثقافتك ملهاش أي علاقة بالكمبيوتر ساينس أنت مش هتعرف المعنى التقني لكلمة كيرنل إيه. لكنك لو عشت في الدراما والسوشيال اللي ليها علاقة بعالم الكمبيوتر ساينس شوية، هتسمع كلمة كيرنل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبعدين تسمع حاجة زي جت اللي هي GIT، وبعدين حاجة زي open source. انت مش هتعرف معنى كل حاجة من الحاجات دي، لكنها في عقلك مش هترتبط بإجابات لأن انت لسه مش مستعد للإجابات، ولكنها هترتبط بأسئلة. عند اللحظة دي فقط انت بتكون جاهز انك تبدأ تتلقى الأسئلة دي، تتلقاها في إطار يكون جاهز إن هو يشرح لك تروح تجيب الإجابات منين. يعني انت بتعيش الدراما والقصص والحكايات في الكوادرانت بتاع السوشيالز، بتراجع مع لعبة لينجو بينجو. لو انت عارف لعبة بينجو فهي نفس الموضوع، لعبة قائمة على سماعك للمصطلحات، وكل مصطلح انت سمعته قبل كده تضغط عليه وتلعب مع نفسك لعبة تجمع فيها روز، تجمع فيها كولمز او دايجونالز. وعند مرحلة معينة لما تبقى جاهز هتنزل على الكوادرانت بتاع اللايبرري. كل نظام الديسايبل مود في زلفل معمول له انتجريشن مباشر مع يوتيوب. كل مصادر العلم اللي انت ممكن تتخيلها اللي موجودة على يوتيوب مجانية، متاحة لك، مفتوحة لك. مدينة مترامية الأطراف، ولكن لأن ما كانش عندك تور جايد ياخدك من إيدك يقولك تتمشى فين، تروح فين وتروح فين ليه، فكنت دايما بتحس إن هي بعيدة عنك. فلما بتنزل في لايبرري وتلاقي ان انت عندك الابيليتي انك تامبورت اي بلاي ليست، اي كورس في اي مجال انت عايزه على يوتيوب ليه علاقة بالمجال اللي انت بتتعلمه في ديسايبل مود، هيبقى كأنك بتخوض غمار المدينة دي في رحلة وانت في تور جايد ماشي معاك بيشرح لك كل حاجة انت عايزها. لحظة ما تتوه عندك في فوق في تاب اسمه إلدر تسأله فما يردش عليك بإجابات، لأن دوره مش إن هو يديلك الإجابات ولكن إنه يعلمك إزاي تسأل صح. الخوارزميات اللي مبني عليها إلدر مبني على حاجة اسمها سقراطيك اكسترابوليشن أو الاستقراء المنطقي السقراطي. بلاش الاسم المعقد ده، الفكرة منه إنه يعلمك إزاي تسأل صح، عشان عند مرحلة معينة ما تحتاجش تعتمد على حد علشان توصل للإجابات، ولكن تعتمد على عقلك وتبدع أنت بنفسك. وطبعا في فوق تور جايد، ناس ماشوا في المدينة دي قبلك، ماشوا في الشوارع دي قبلك، خدوا الكورسات دي قبلك، عارفين من أين تؤكل الكتف. فلو في أي لحظة حسيت إنك تايه تقدر تسألهم، ولما تحس إنك جاهز علشان تبدأ تشتغل بإيديك تقدر تروح تجرب في ساند بوكس، عبارة عن لايت فيرجن من الCEO مود والجولد فيش مود اللي تقدر فيهم تبني او تنفذ اي سيكونس من التاسكس اللي يساعدك تحقق اي مشروع في الفيلد ده. ولما تدخل ديسايبل مود وتكليك كونكت مع يوتيوب هتلاقي ان السكور اللي بيوضح مدى استغراقك الحقيقي في الفيلد ده ظاهر قدامك. اصل مش منطقي انك تيجي وتقول لي انا نفسي ان انا اتعلم حاجه زي personal finance and investment وتكون بتدي له بس في يومك 10% او اقل من كده في وسط باقي الوقت اللي انت بتقضيه على يوتيوب بتتفرج على حاجات تانية. لكن لان لو انت عندك ADHD عقلك ما عندوش القدره انه يميز ده، احنا ما عندناش الماتريكس او المسطره بتاعه الوقت والمجهود في عقلنا، فبنحتاج نشوفها بشكل خارجي، وده اللي بيقدمه لك التراكر ليوتيوب في ديسايبل مود. ولو نزلت الاكستنشن اللي على كروم هتلاقي انتجريشن كامل يخليك وانت على يوتيوب تعرف القنوات اللي ليها علاقة بالفيلد بتاعك ومدى قربها او بعدها من ان هي تفيدك في الفيلد اللي انت مختار انك تتعلمه، فيكون عندك total and seamless integration ما بين حياتك اونلاين وما بين الحاجة اللي انت نفسك تتعلمها. ديسايبل مود من اعقد الانظمة اللي انا بنيتها جوه زلفل، وكان بكل تأكيد ممكن انه يكون اب مستقل بالكامل تحت اسم مختلف، ولكن هي دي فكرة زلفل، بلاتفورم من تولز كتير جدا كلها بتشتغل مع بعضها بشكل انتجريتد عشان تساعدك أخيرا تأنلوك السوبر باور اللي انت اتولدت بيها وكنت دايما مفكرها انها نقمة في حين انها نعمة من اكبر النعم. وكالمعتاد كل الليتراتشر والساينس والمعلومات اللي اعتمدت عليها علشان ابني كل ده موجودة في المقالات اللي بتشرح كل ده تفصيليا على بلوج زلفل. والله اعلم.